يحكى أن ملكاً زوج ابنه 3 مرات، وفي كل مرة كان الابن يطلق زوجته دون أن يعرف والده الأسباب، فغضب الملك من ابنه لكثرة طلاقه وطرده من القصر. خرج الشاب من المدينة باحثاً عن عمل، فوجد فرصة لرعاية الأغنام عند رجل من الموالين. أعجب الرجل بالشاب كثيراً، وكان لديه ابنة وحيدة، ففكر في أن يزوجها له حتى يبقى الشاب معهم. عرض الرجل الفكرة على ابنته، فقالت: لن أتزوجه حتى تسافر معه لتعرف حقيقته. وافق الرجل، وفي اليوم التالي قال للشاب: غداً لن تخرج لرعاية الأغنام، بل سنسافر معاً لبضعة أيام لقضاء حاجة. فسافرا معاً، وفي الطريق مرًا على قطيع من الأغنام، فقال الشاب: ما أكثرها وما أقلها. تعجب الرجل من كلامه ولم يرد عليه، ثم مرًا على قطيع آخر، فقال الشاب: ما أقلها وما أكثرها. ففكر الرجل في نفسه: إنه غريب، ولذلك طلبت مني ابنتي السفر معه. ثم مرًا على مقبرة، فقال الشاب: فيك الأحياء وفيك الأموات. وبعد ذلك مرًا على بستان جميل، فقال الشاب: لا أدري إن كان هذا البستان أخضر أم يابس. ازداد الرجل حيرة ولم يتكلم. عندما وصلا إلى قرية، طلبا الماء للشرب، فأعطاهم أهل القرية الحليب. شرب الشاب أولاً، ثم أعطى الرجل، ثم دخل قرية أخرى وطلبا الماء، فأعطاهم أهل القرية الماء، فأعطى الشاب الرجل أولاً ثم شرب هو. ففكر الرجل في نفسه: لم يحترمني، في الحليب شرب أولاً، وفي الماء أعطاني أولاً. قرر الرجل ألا يزوج ابنته للشاب، وقال: السفر يكشف حقيقة الناس. وعادا من السفر، وقص الرجل كل ما حدث على ابنته، فقالت له: